الصلاة. يعني ليه مثلا ما نصليش؟ يعني دي ركن أولا من أركان الإسلام، تاني ركن على طول بعد شهادة أن لا إله إلا الله. وتركها دوت أكبر الكبائر، يعني أكبر حاجة ممكن تعملها كذنب. فلازم تلحق نفسك وتصلي على طول. ولو والله أصلي مكسوف من ربنا، أصلي بعمل ذنوب، فأنت لما بتصلي أصلا وبتتوضى، من أول ما بتتوضى ذنوبك بتقعد تتغفر. كمان حتى يعني لا تزر وزرة وزر أخرى، فأنت ما ينفعش أصلي أنا بعمل ذنب كذا فلا مش هصلي، لا أنت كده بتعمل ذنب أكبر بكتير مهما كنت اللي أنت بتعمله دوت إيه. كمان في القرآن إن الحسنات يذهبن السيئات، مش السيئات هي اللي بتذهب الحسنات. فأنت فاهم؟ فأنت المفروض تصلي لأن الحسنات هي اللي هتخلي السيئات دي تمشي. ثانيا لما بتصلي صلاتك مع الوقت هي اللي هتمنعك عن الذنب ده. دايما خلي فيه باب مفتوح بينك وبين ربنا، ما تقفلش كده كل البيبان. حتى في القرآن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اللي هم بس اللي بيصلوا بس بيأخروا الصلاة، يفوت فرض الكلام ده كله، فما بالك باللي ما بيصليش أصلا. فده حتى في قصة بتاعت راجل كان بتاع طرق ثبته واحد وبتاع، فجه ادوله أكل فقال لهم لا، الراجل اللي بيثبته قال لهم لا أنا صايم. فصايم واستغرب، فساعتها قال ما تقفلش كل بابك مع ربنا. بعديها بكام سنة لقوه عند الحج بيحج وعمال يعيط. ولو هي استغفر الله العظيم يعني مش إيمان بربنا، فأنت محتاج تعيد حساباتك تاني، وتحتاج تفكر إن سبحان الله استحالة حد هيعمل كل حاجة بالتدقيق دوت وبالتفاصيل ديت. وكل ما العلم بيتقدم كل ما بيكتشف إن الدنيا دي استحالة تكون جت كده، وإن ربنا سبحانه وتعالى دقيق جدا في الحاجات اللي بيعملها، والحاجات دي استحالة تكون جت كده. محتاج تقرأ أكتر عن الدين وتفكر أكتر بكتير. ولو هي كسل فاوعى تكسل، لان انت هتيجي كمان سنه والله يا ريتني صليت من السنه اللي فاتت، هتيجي كمان سنتين يا ريتني صليت كمان سنتين. وكمان محدش ضامن هو هيعيش اصلا لبكره ولا لا، انت مش ضامن تعيش كمان 5 دقايق ولا لا. فاوعى تكسل لان كده كده انت هتندم. لو انت ما صليتش هتندم، يا اما بكره انك ما صليتش امبارح، يا اما كمان سنه انك ما صليتش من سنه فاتت. فابدأ على طول من دلوقتي بدل ما تندم. يعني في الآخر هتلاقي الدنيا دي ما تساويش حاجة، وإن الحياة الحقيقية اللي في الآخرة، اللي أنت مهما عشت هتلاقي العمر سريع جدا، لأن أنت كده كده لازم هتصلي. بس وربنا يهدينا جميعا. وأنا مش شيخ والله، أنا بحاول أفيد الناس بس في الحياة عامة وفي الدين، لأن الدين هو من أساس الحياة. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير لصاحبك عشان تفيده. وأشوفكم على خير، مع السلامة.